صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض ألذ وأجمل قطايف هتجربوها. هعرفكم ازاي القطايف تطلع معاكم مقرمشة وتطلع بيرفكت ما تطراش منكم أبدا، وهنعمل كمان العسل أو الشربات بتاع القطايف، وهنعرف ازاي ما يسكرش مننا ويطلع مظبوط بنسبة 100%. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ بجد حاجة كده عظمة. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكم اشعارات بكل وصفاتي. متنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنا هنبدا بيها السيرب او الشربات بتاع القطايف. معايا الحله فاضيه رفعتها على النار وهنزل فيها ب3 كوبايات من السكر. لكل كوبايه سكر كوبايه ونص من الميه. ركزوا، يعني دي اهم نقطة في شربات القطايف. لكل كوباية سكر كوباية ونص مية، 3 كوبايات من السكر. وكمية الشربات دي لكيلو قطايف. لو هتعملوا نص يبقى ايه، هتقللوا نص الكمية. ومعايا هنا نص عصير ليمونة، وهرفعها على النار بدون اي تقليب وبدون اي تحريك. الشربات بتاع الشربات بتاع القطايف ما بيكونش تقيل قوي وما بيكونش خفيف قوي. لازم يبقى مظبوط على الشعر عشان القطايف تطلع معاكم مقرمشه وما تطراش وتعجن وتبوظ منكم. وادينا لها هنا قلبة بسيطة كده، وعلى نار عالية، وهنسيبها لمدة 10 دقايق. هتحسبوا 10 دقايق بالموبايل. وفي كمان فكرة تاني ممكن تعرفوا فيها اذا كان الشربات ظبط او ما ظبطش او عقد او لسه. بتاخدوا حبة كده على المعلقة وما بين صوابعكم كده وتشوفوا اذا كان الشربات، لو الشربات بدأ يلزق يبقى الشربات كده تمام، وهنطفي عليه. لسه الشربات مية فهنسيبه كمان شوية، بس احسبوا 10 دقايق بالموبايل. وكمان ادينا لها كده رشة فانيليا، معلقة من الفانيليا للشربات، وهنسيبه يبرد على جنب. ومعايا هنا بقى القطايف، انا جايباها جاهزة، ما عنديش خلق ان انا اقعد اعمل قطيفايه بصراحة. وللناس اللي حابة ان هي تعمل عجينة القطايف في البيت، انا كنت عملت معاكم قبل كده عجينة الكريب وعجينة القطايف زي عجينة الكريب بالملي، ما تفرقش عنها اي حاجة. وهنا انا جبت القطايف كده وفرغتها في الصينية دي واحدة واحدة. وعشان القطايف ما تشققش معاكم وانتوا بتحشوها، لازم تغطوها بفوطة وتسحبوا من تحتها واحدة بواحدة. ومعايا هنا الحشوات مكسرات بقى، زبيب وجوز هند وفول. ومعايا كمان تمر بالشكل ده، طبعا على الاتجاه ده الابيض. وبقسم التمرة نصين وببدأ اقفل من الطروف يا جماعة. عشان القطايف، في ناس بتقول ان القطايف بتطق وبتشقق منها. لازم انكم تغطوا القطايف بعد ما تهووها في صينية او حاجة، تغطوها بفوطة لازم. وحشينا بقى تمر كده بلح، وهنبدأ نحشي مكسرات. شايفين انا باخد واغطي على طول، ودي اهم خطوة طبعا في حشوة القطايف. سواء جايبينها بقى من بره او عاملينها في البيت، دي نقطة اساسية ان انتوا تغطوا بفوطة عشان القطايف ما تبصش وتشقق منكم. وما تكتروش كمية الحشو، يعني كمية الحشو لو كتيرة فالقطايف هتطق طبيعي. ممكن نسيب دي مفتوحة ونحشيها كريمة، بس انا طبعا الكريمة دي يعني حاجة كده انا وهي اعداء. وحشيت هنا كمية القطايف بتاعتي كلها، جزء بلح وجزء مكسرات. وهبدأ دلوقتي، رفعت الطاسة بتاعتي على النار وهنزل فيها بكمية زيت غزيرة، ودي اهم خطوة في عمايل القطايف. يعني كمية الزيت لو ما كانتش غزيرة يا جماعة، يعني القطايف هتبوظ. لازم كمية الزيت تكون مغطية وش القطايف من فوق. واول ما الزيت يبدأ يسخن هبدأ انزل بالقطايف. شايفين قد ايه كمية الزيت غزيرة؟ وهي دي بقى سر قرمشة القطايف. يعني الزيت هو سر قرمشة القطايف، دي اهم خطوة، دي اللي هتطلع القطايف مقرمشة. قللتوا كمية الزيت، القطايف عمرها ما هتقرمش.
لازم كمية الزيت تكون غزيرة بالشكل ده، واول ما الزيت يسخن بنزل فيه بالقطايف وما بحركهاش، مش بقعد اقلب فيها كل شويه. وما تقلقوش هي ما بتشربش زيت ابدا، الزيت هيرجع نضيف زي ما حطيتوه. وهنا بقى الشربات بتاعي كان برد. اول ما القطايف خدت لون كده على الناحيتين طلعتها من الزيت على طول في المصفى، صفت ونزلت في الشربات مباشرة. ولازم القطايف تكون سخنة، القطايف تكون سخنة، الشربات يبقى بارد. وهنا هعمل كمان واحدة كمان طاسة، هنقلي كمان طاسة. انا ما بقلبهاش غير هما قلبتين بس، تاخد لون واقلبها بقى. وتقدروا تتحكموا في اللون، عايزينه فاتح عايزينه غامق زي ما انتوا حابين. وهنعمل كل الكمية، نقلي كل الكمية بنفس الطريقة. واهم نقطة ان الزيت يبقى غزير وما ننزلش في الزيت وهو بارد، لازم يكون سخن. وهنا بقى زي ما انتم شايفين انا بديها قلبة سريعة كده في الشربات وبخرجها على طول. واي بواقي شربات تنزل معايا في الطبق بصفيها. طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تتحكموا في اللون سواء غامق او فاتح. انا ما بسيبهاش في الشربات، يا دوب بس بقلبها بالمعلقة كده زي ما انتم شايفين، وبتطلع على طول. شايفين قد ايه الشربات مظبوط، مش تقيل ومش خفيف. لكل كوباية سكر كوباية ونص مية، هيطلع معاكم الشربات مظبوط على الشعرة، يعني حاجة كده بيرفكت بصراحة. وهنا بقلب كده على طول في الشربات وبطلع. واي شربات تاني بواقي بننزلها في الحلة مكانها، وممكن تطلعه في مصفى. وهنا ما شاء الله بقى كنت خلصت كل الكمية بتاعتي. شايفين الجمال قد ايه مقرمشة وقد ايه لونها مظبوط جدا، وحاجة كده رهيبة بجد. يا جماعة لازم تجربوها. وانا كنت اتأخرت عليكم في فيديو القطايف، انا مسجلاه من بدري طبعا، بس اتأخرت عليكم فيه عشان الفترة اللي فاتت دي، الايام اللي فاتت انا كنت منزلة معاكم سلسلة لفيديوهات العيد، الكحك والبسكوت والبيتي فور، فما كانش عندي وقت انزل القطايف. فاديني نزلت اهو. بجد لازم تجربوه، حاجة كده من الاخر. شايفين الجمال، شايفين القرمشة. بس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. اشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.